وبنفتكر لما الآنسة الريندور جات لإلينا عشان تشتكي لها من طريقة معاملة عائلتها معاها، وإنهم شايفين إن البنت ملهاش أي حق في الملكية أو مساعدتها. وقالت لها إلينا أنا مقدرش أساعدك في الأمور الملكية، لكني أي مساعدة أخرى أنا هساعدك. وساعتها إلينا اديتها ورقة مكتوب فيها طماطم، وبتقول لها إن العائلة الإمبراطورية هتيجي مع وفد من المماليك أخرى، وهيتفقوا اتفاقية كبيرة من أجل الطماطم، فأنا عايزاكي تثبتي نفسك في الاتفاقية دي. فقالت لها الآنسة ريندور لكن ماديا أنا. وساعتها إلينا ادت لها شيك بمبلغ وقالت لها لازم توسعي مهاراتك. وساعتها بنروح للمنزل وقالت لها لازم توسعي مهاراتك. وساعتها بتروح المنزل وبتقول ريندور لأمها أنا كنت قلقانة على والدي وأخي الأكبر بسبب اللي حصل. فقالت لها أمها انت فعلا ندمانة على اللي حصل صح؟ فقالت لها ايوه. وساعتها اطمنوا ان ريندور شالت الافكار من دماغها، وبتكون إلينا بتدعم اصدقائها طول الوقت. وبنروح للخادمة وبتقول لها إلينا امي حزينة قوي عشان مش بقعد معاها خالص، خلي بالك وقوليلي دايما هي فين. فقالت لها الخادمة امك مع احد الضيوف الان. فقالت لها إلينا ضيوف مين؟ الضيوف دول انا اول مرة اسمع كده. استني كده، انا سمع صوت راجل ممكن يكون ولي العهد الوقح. امي اعذروني لحظة. وفجأة بتتصدم وبيكون الامير الاول وقال لها مرحبا بيكي يا آنسة إلينا، كنت مستنيكي. وبتقول في بالها إلينا هو ازاي جه هنا؟ وساعتها قالت له إلينا انت بتيجي بدون الرد على الدعوة، انت شخص مغامر بقى. فقال لها في الوقت اللي جت في الرسالة تساءلت ان كان عليا اني اكون مهذب. فقال لها سيو جونغ لي. فقالت في بالها إلينا معقولة ده اسمي؟ اكيد لا. طب المفروض اقول ايه؟ لكن مش معقولة عشان الاسم كوري. وساعتها قال لها بصي خلينا نتفق ونوقف اننا نفضل نبص لبعض كده لنكون صادقين عشان نشارك اللي نعرفه. فقال لها عشان اجاوبك على سؤالك هل انت بتحاولي استغلالي؟ فردت إلينا وقالت له لاني انا اللي جيت العالم ده الاول فعندي معلومات كتيرة لازم تقوم بالمهمة دي. فقال لها الامير الاول انا برضو عارف كل حاجة عن الجسد ده وكيف تسير الامور في الامبراطورية، وحقيقة انك جيتي هنا قبلي. اين نحن بالنظر للملابس والطراز المعماري تبدو مثل اوروبا في القرون الوسطى. فقالت له ان الرواية دي رومانسية وخيالية. فقال لها ان هذا هو عالم الرواية والشخصيات الرئيسية هي الامير وامرأة معينة، وانا اموت من اجل ولي العهد وفقا للقصة انا خاسر. هو ده اللي تقصديه صح؟ لكن ده سخيف، لكن ما عنديش اي خيار تاني غير اني اصدقك. فقالت له إلينا انت فهمت بسرعة وهيكون الشرح اسهل. فقال لها وبعد كده؟ فقالت له نتعاون. الشريرة اللي فقدت حياتها بسبب ان الحب عماها، والامير الاول اللي تعفن في الغرفة. انت مش عايز تعيش زي ما مكتوب في الرواية صح؟ فقال لها مظبوط، انا مش عايز اعيش كده. وساعتها قالت له تمام، لكن لازم نعمل عقد ما بيننا ولازم نوقع عليه. لازم يبقى فيه عقد مكتوب عشان محدش يطعن احد منا ظهر الاخر. فقال لها تمام. فقالت إلينا ببالها انا وهو كنا مركزين على ارائنا الخاصة، عشان كده كانت صياغة العقد صعبة ومنهم البنود. البند الخامس بيقول ابقاء خطتهم سرية عن بعضهم البعض، يعني لازم يتعاونوا. فقال لها انا عايزك كل يوم تيجي الساعة 2 مساء بدءا من الغد لشرب الشاي سوا. فقالت له ليه؟ فقال لها البند الخامس بيقول لازم نتعاون. فقالت له خلاص
اتعاون انت التاني معايا، انا هجيب فتاة شابة في كل مرة لزيارة حديقتك. فقال لها يا مرحب، وبيجي تاني يوم وبتروح له وبتقول له زي ما قلت لي انا جيت. وساعتها بيبص يمين وشمال، فقالت له في حاجة ولا ايه؟ فقال لها مفيش، وسابها ومشي. وقال لها اتمنى لك رحلة عودة سعيدة. وساعتها اتصدمت إلينا واتضايقت وقالت انا لسه جاية، انا هخليك تدفع التمن الغباء ده. وساعتها بيدخل الامير الاول القصر وبيقول له الخادم صاحب السمو. فقال له ايه اللي حصل؟ فقال له رسالة جات لك من القصر الامبراطوري وبيطلب منك انك تروح المكتب لجلالة الملك. وساعتها قال انا هروح فورا. وساعتها بيروح الامير الاول وبيقول له جلالتك انت نادتني؟ فقال له ايوه، عشان سمعت اخبار ان في شخص بيزورك كل يوم. فقال له ايوه، ده ثعلب، اعرفه قبل كده بيدخل وبيخرج من القصر. فقال له ثعلب؟ فقال له الامير ايوه ثعلب بفراء احمر فاخر لكنه فريد من نوعه، وفي نفس الوقت ده السبب في اني اخد وقتا في ترويضه. وساعتها قال له الامبراطور انت بتقارن إلينا روزيريا بالثعلب وكمان عايز تروضها؟ انت مجنون وهتقدر بقى؟ وساعتها بيضحك. فقال له بسبب ان امك كانت كويسة في ترويض الوحوش. فقال له الامير الاول انا كويس الى حد ما زي امي، عشان كده هكون وحدي عاجلا ام اجلا. وساعتها بيستغرب الامبراطور من تغييره المفاجئ وبيقول مش مهم، الامر الممتع. وساعتها مسكه من شعره وقال له انت جرحت راسك، عشان كده لازم تكون اتغيرت من الداخل، ما اتغيرتش لكنك بتحاول تتغير. وساعتها قال له الامبراطور يبقى تعالى الجلسة العامة بعد اسبوع. فقال له تمام. وهو خارج قال في نفسه انا كده خدت الخطوة الاولى. وساعتها بنروح لولي العهد وبيكون متعصب جدا وبيقول للخادم انت بتقول مين هيجي الاجتماع؟ وساعتها جري على والده وقال له هو ايه اللي بيحصل؟ وساعتها قال له الامبراطور انت شارب ولا ايه؟ فقال له ولي العهد انت بتتظاهر انك ما تعرفش الراجل اللي ما يستحقش اسم كاريتيكا المريض هيجي الاجتماع ازاي؟ هو ايه اللي بيحصل؟ وساعتها قال له الامبراطور انت ما عندكش ثقة بنفسك ولا ايه؟ فقال له لا، لكن كبريائي فقال له فين المشكلة؟ انت جيت على ملا وشك عامل زي الكلب اللي بينبح لان زيلك مخفي وخايف. فقال له ولي العهد انا متأكد انك هتندم على دعوته على الاجتماع ده. فقال له ما تقلقش، انا مش نادم على اي حاجة قلتها، يلا شوف انت رايح فين. وبيقول في نفسه ده مزعج جدا، لكن ده مش مهم عندي، انا اللي محتاجه هو سواء كان كيس من الرمل مدفون في الكتب والنباتات وقصده على الامير الاول، وسواء كان مجنون بالكحول والنساء وقصده هنا على ولي العهد والشخص اللي هيخلي الامبراطورية اقوى واكثر ثراء، هو ده الهدف. وساعتها بنروح للامير الاول وبيكون قاعد يقرأ في الكتاب، وفجأة بيدخل عليه ولي العهد وبيزق كل الخدم اللي واقفين وبيقول لويد. وساعتها الويد اللي هو ولي العهد حاول انه يضرب الامير الاول لكنه مسك ايديه وقال له انت عندك عادات سيئة لكن مش عليا انا. فقال له الويد انت مجنون، انت اصلا غبي من زمان، ازاي هتيجي الاجتماع؟ انت عامل زي امك، انت عايش زي الفار الغبي، وانا لو بقيت الامبراطور هنقذ حياتك المثيرة للشفقة. فقال له الامير الاول انا مش محتاج اسمع كلام منك كتير. وساعتها شنكله وكان هيقع وقال له ايها الوغد. فقال الامير الاول لدان المساعد بتاعه رافق الامير التاني لغرفته واشوفك في الجلسة العامة بعد اسبوع. وساعتها بيكون لويد اللي هو ولي العهد غاضب جدا وبيقول الوغد ده مش هخليه يسخر مني تاني. وساعتها قال لدان اتصل بالمركيز
تينيس. فقال له ماذا؟ زي ما سمعت كده، اتصل بالمركيز تينيس ودلوقتي حالا. والماركيز تينيس كانت اليد اليمنى لإلينا في الماضي لما كانت شريرة. وبنروح لإلينا وبتقول لها الخادمة في حد عايزك. فقالت لها مين؟ فقالت الآنسة تينيس عايزاكي يا سيدتي. فقالت في بالها إلينا أنا سمعت إنها كانت بعيدة الفترة اللي فاتت عن المنزل وما بقتش تحضر حفلات الشاي، بس هعرف ايه سبب وجودها. فقالت إلينا للخادمة لينا رافقي الآنسة تينيس لغرفتي. وساعتها قابلتها وقالت تينيس أنا جيتلك دون موعد، شكرا ليكي على استضافتك ليا. فقالت إلينا مفيش أي حاجة. الآنسة تينيس مرحب بيها دايما. على أي حال انت ايه اللي جابك النهاردة؟ فغيرت تينيس عن الإجابة وقالت يا إلينا وحشتيني جدا ووحشني إننا نشرب الشاي ونتكلم. وساعتها قالت لها إلينا وبعدين؟ فقالت لها تينيس أنا جاية هنا عشان أقولك إن مكانتك في العالم الاجتماعي بقت أصغر عن أي وقت مضى، وإنتي محتاجة مساعدة وأنا أقدر أساعدك في كل حاجة زي زمان. وساعتها قامت إلينا وقالت لها ما تكمليش كلام أيتها الآنسة، أنا مش محتاجة حد يساعدني ولا يحط سكين في ظهري. فقالت لها تينيس انت تقصدي ايه؟ فقالت لها افهمي بقى، انا ما اعتقدش ان في حاجة محتاجاها عشان تساعديني فيها. وساعتها اتعصبت تينيس وقالت في بالها انسة إلينا روزيريا انا هخليكي تندمي على كل حاجة. وبكده يكون انتهى الفصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.